صباح الفل. لسه صاحيين وظبطنا خدنا حصة قرآن. المفروض بقى دلوقتي ننام تاني. كفاية والله، ننام تاني كده لحد الساعة 10 عشان عندنا انترفيو الساعة 12. مش عارف بقى انام ولا اكمل شغل شوية 3-4 ساعات دول واروح الجيم. حاسس ان كده احسن. فكر اللعبة دي هعملها النهاردة، نروح كده المكتب نبدأ نشتغل.今天和我一起做家务吧。你可以看到 أنا كده باخد سيشن صيني، يعني ني دي لاو كونج ماما عزو ينيو ينيو 音乐 ينيو بابا ريبن مش عارفها دي. 韩国 هانغو ينيو ينيو 音乐 ايه في ايه يا عم؟ هانغوا ينيو. طيب كده بخلص سيشن الصيني وبعد كده بتفرج بعد ما اخلص طبعا، بعد كده بتفرج على المانيا مثلا كده. dann ziehe ich das انا halt بحب durch. الراجل ده جدا عشان بيتكلم Um بالراحة، jeden Preis. So, فبعرف deswegen sagt man sehr oft, dass genau diese Art اسمع يعني. فلو حد بيفهم في دراسة اللغة او كده يعرفني هل ده صح ولا مش صح، لان انا ساعات بستفاد منه وساعات بحس ان هو مش مؤثر، بس لونج تيرم مؤثر. يعني لونج تيرم لما بقابل حد مثلا بيعرف يتكلم الماني او كده واحاول ان انا اتكلم معاه، بلاقي ان انا في دماغي في كلام وبعرف اعبر نوعا ما. يعني حتى لو انا كانت كل مذاكرتي الماني على دولينجو والناس كلها بتقول انه مش حلو ومش مفيد وكده، بس انا بالنسبه لي الموضوع كان كويس الى حد ما يعني. بس فحد يقول لي ينفع الاتنين ورا بعض على طول كده، اللي هو اتفرجت على فلوج تشاينيز وبعد كده دولينجو تشاينيز وبعد كده بتفرج على فلوج او اي حاجه اسمعها بالالماني، وبعد كده بقوم عامل برضو في ابلكيشن اسمه بينجو اي اي. اسمه بينجو اي اي برضو بتعرف انت تتكلم كده بالالماني معاه ويرد عليك ويعلمك ومش عارف ايه، هو معمول للغات يعني. فهل ده صح 2 ورا بعض كده في حوالي ساعة الا ربع او نص ساعة، ولا مش مفيد؟ الأحسن إن أنا أفصلهم كل حاجة في وقتها. Das ist es. هو ده الابليكيشن. لا مش عايز ثانية واحدة كده، يعني هوريلكوا كده وإيه. Hallo Mostafa, أيوة. schön dich wieder zu hören. Wir starten heute mit einem kleinen Aufwärmen. Sag mal, wie ist das Wetter heute bei dir? Wie ist das Wetter heute bei dir? Also, du hast gefragt, wie ist das Wetter heute bei dir? Klasse. Heute bei mir ist es sonnig und warm. Und bei dir? Heute bei mir ist es so heiß. مبدئيا كده مفيش مايك في الحتة دي، مش عايزة تدخل في التايب سي اللي بجنب الكاميرا. مش عارف، شفت فيديو تيك توك وهي بتحطها، مش عارف انا ايه اللي حصل معايا، مش عارف. ما علينا، هنروح الجيم سريعا كده نخطف تمرينة فول بودي 5 اشكال، وبعد كده نفطر ونرجع نشتغل على كارفولف وبعد كده نطلع على الانترفيو.
صباح الخير، عامل ايه؟ كله تمام؟ اليوم صباح. الله يخليك، الله يخليك، صباح الخير. دن خلصنا تمرين. بس لعبت، بس يعني كان المفروض العب 3 مجاميع بط وروبس، يعني اللي هو العب مثلا 2 أو 3 دقايق روبس وبعد كده ايه اقوم داخل مجموعه بط. بس لعبت الموضوع ده مجموعتين، عملتهم 2 سايكلز بس. ليه معرفش، كسل اخر التمرين وليه بس. السلام عليكم. يلا نشوف الفطار النهارده ايه. يلا بينا. عندنا هنا كل حاجه الحمد لله. يلا. دلوقتي هنقعد نكتب شوية وبعد كده افتح كارفالف اشوف الدنيا. الساعة دلوقتي حوالي 9:15 ان شاء الله نلحق يعني. وبعد كده نتحرك بقى نروح نشوف الانترفيو ده. نجرب الكاميرا كده في الشمس عاملة ازاي. ده الشمس عاملة ازاي. واتأسف بعدك تاني على أول مرة معاك، واتأسف تاني وتاني. ميت بيسلم حي والميت إن كان تافه. طيب دلوقتي احنا ركبنا المايك الحمد لله، طلعت القطعة دي كلها كده بتتشل على بعضها. طيب عايزين نقول ايه؟ مش عايزين نقول اي حاجة. احنا رجعنا من السفر، عملنا الانترفيو. يا مسهل ربنا يعمل فيه الخير. هنطلع دلوقتي البيت اكل حاجة عشان ما اكلتش حاجة من الصبح، يدوب الفطار بس كان بدري شوية. وبعد كده افتح اللابتوب اقعد على كارفالف شوية افنش فيه حاجات كتير باذن الله. ان شاء الله الدنيا تتسهل علشان كلود كود بيساعد وكلود بيساعد، بس ساعات برضو بتلاقي في حاجات كده متعقدة ومش عايزة تمشي. فان شاء الله يعني الدنيا تبقى ماشية كويس والدنيا تتسهل. طيب ايه تاني؟ في حاجة مهمة اوي بقى، انها الفيديوز اللي بصورها الفلوجز دي عايز يعني مش هذاكر بس اشوف كده ازاي اطلع سينماتيك اديت، ازاي اعمل اديت كده شكله حلو، شكله فعلا يعجب الناس، شكله فعلا يشد، او ان هو يكون في متعة بالنسبة اللي بيتفرج عليه. يعني كأننا بنتفرج على فلوج بس شكله حلو. يعني مش عارف اقول ايه، بس هو فلوج شكله حلو او فلوج شكله لذيذ. كده اللي بيحصل في اليوم هو اللي بيحصل في اليوم، مفيش حاجة فيه بتتغير، بس ممكن اديت كويس
يخلي الناس حابة تتفرج اكتر، لان انا ملاحظ ان طبعا الفيوز مش موجودة خالص. فدي حاجة يعني خلتني برضو ما اكيد في حاجة غلط، او في مش حاجة غلط، اكيد في حاجة محتاجة انا اظبطها. فاعتقد اللي انا اقدر اعمله دلوقتي هو الايديت، لان اليوم هو اليوم اللي أنا بعمله هو اللي أنا بعمله، الطريقة اللي بتكلم بيها دي طريقتي، مش يعني مفيش حاجة تانية اعملها. فهو ده الجزء الاكبر ان انا اشتغل عليه، جزء الايديتنج، او ان انا ازاي اطلع سينماتيك ايديتنج، او حتى في الشوتنج ازاي وانا بصور حاجه، او انا بصور نفسي دلوقتي، او انا بصور حاجه انا بعملها او كده، ازاي الشوتس دي تطلع احسن ويطلع شكلها احسن. والهدف من ده كله ان الفيديوز توصل لناس اكتر، فممكن حد يستفاد. يعني اعتقد ان الفكره واصله. طيب ايه تاني بقى؟ دول حاجتين كده ان شاء الله بس اخلصهم، اهم حاجه. طيب الحاجه الثالثه MSTE، شركة مصطفى شريف للتجارة والهندسة، مصطفى شريف تريدنج اند انجينيرنج. عايز بقى اشوف ازاي اعمل له الويب سايت، يعني اشوف هكتب فيه ايه، مش ازاي اعمله، اشوف هكتب فيه ايه، او ايه اللي هحطه، او ايه اللي ازوده، عشان برضو هي الشركة لسه بتتأسس تحت التأسيس، ولسه ما عملناش اي بروجكتس، لسه ما اشتغلناش في اي حاجة، فما فيش حاجة ليترلي ان انا احطها. بس عايز اعمل بيسك ويب سايت، بيسك هوم بيج تكون موجودة، والدومين اشتريه. في MSTE الجملة طويلة بس أنا لذيذة على وداني، MSTE لذيذة. فهشوف بقى هعمل فيها ايه. يعني كده انا مستني كده الورق القانوني يتظبط، مستني كل حاجة تتظبط عشان ابدأ ان انا ابيع واشتري. فلحد ما ده يحصل عايز بقى ان انا اظبط نوشن، اظبط الويب سايت عادي، ريست يعني كده، شغل بسيط. بس دي كل حاجة. wish me luck وباي باي. طيب انا مش عارف عايز اغير السيتنجز بتاعت الكاميرا عشان بتحس ان هي مش يعني ضلمه، بس ما علينا. عايز اتكلم على اللي انا عملته النهارده. طبعا اخر مره شفتوني كانت الدنيا صبح، دلوقتي مش شايفيني، سامعين صوتي بس مش عارف اعمل ايه كده. طب شايفيني؟ ما علينا. فعايز ان شاء الله كده ايه احكي لكم عملت ايه. عملتش اي حاجه، دي من الحاجات اللي انا بتضايقني جدا، بس طالما حاجه حصلت في اليوم احكيها كده. فما عملتش حاجه، صحيت طلعت، كنت محتاج انام عشان صاحي من الفجر، او عشان ايا كان، مش عايزين ندي اعذار. نمت وصحيت بالليل كده، وعندي مناسبه عائليه فهروح احضرها، وكده هسهر بقى بالليل لان انا صاحي الساعه 8 بالليل، فغالبا هسهر يعني. gonna keep you updated ان شاء الله في الفلوج بتاع بكره. يلا باي باي. طيب فاكرين نفس القعده دي امبارح؟ الحاجات اللي قلت لكم عليها امبارح ان انا المفروض اعملها وكده. للاسف ما عملتهاش. لما طلعت نمت صحيت متاخر وسهرت بره متاخر ومش عارف ايه. فالنهارده عندي مناسبه برضه عائليه، مش مناسبه يعني عزومه، الصبح بدري الساعه 1، فهخلصها ان شاء الله كده وايه، وباذن الله كده اخلصها بدري. احاول ان انا ابدا اشتغل على الحاجتين، اهم حاجتين النهارده هم كار فالف والسينماتيك فلوجز وتصوير، وازاي اخد لوك شوتس احسن، وازاي اصور بطريقه احسن، وازاي اعمل اديتنج احسن. يعني هيكون غالبا بين التصوير والاديتنج. عارف ان انا توهه بيضه بين اليوتيوب، وكل الناس بتحاول تبيع كورسز وكده، بس يعني هحاول ان انا مش عارف اعمل ايه، لان هو الناس كلها بتقول كلام، والناس كلها كل واحد عنده وجهة نظر، كل الناس كويسة. فانت بينك وبين نفسك بتقول طب ما انا ممكن انا وجهة نظري هي اللي تتظبط، ممكن انا وجهة نظري اللي معاملها بيني وبين نفسي، يعني اطلع انا فيديوز حلوة بيني وبين نفسي.
في حاجات كتير مش فاهمها زي الاكسبوجر، زي الابريتشر ولا مش عارف ايه، اف 1 واف 4، حاجات كتير في الكاميرا انا عارف ان هي مميزات كتيره جدا وانا مش عارف استخدمها. فانا لسه جايب الكاميرا امبارح برضه عشان ما ابقاش يعني قاسي شويه، بس عايز اتعلمهم عشان اعرف ان انا استخدم الكاميرا بكل تمنها، يعني استخدم كل انش فيها. ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، يعني ان انا لما اجيب حاجه او ادفع فيها فلوس بالذات لما تكون غاليه اجيب اخرها. بس فان شاء الله استنوني في الحاجتين دول النهارده، اصور لكم هعمل فيهم ايه وبس. شكرا، باي باي عشان اتصالات كتير.